السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أثار الحكم الصيني غضب لاعبي الهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني اليوم السبت، حيث طالبوا لاعبو الهلال باحتساب ضربة جزاء بعد 5 دقائق على صافرة بداية المباراة، حيث وقف الحارس الياباني في طريق عبد الله الحمدان الذي سقط أرضا داخل منطقة الجزاء. لكن الحكم رفض طلب لاعبي الهلال وقرر الاطمئنان على حارس المرمى الياباني. وبعد دقائق من المباراة تدخل المدافع الدنماركي ألكسندر سكولز على عبد الله الحمدان الذي سقط أيضا داخل منطقة الجزاء، واحتج على الحكم مطالبا بضربة جزاء، لكن الحكم احتسب الكرة ضربة مرمى. برأيك، هل استحق الهلال ركلتي جزاء أمام أوراوا الياباني أم لا؟